يعني احنا دايما بننصح المرضى ان هم يعني بننصح الناس ان هم يزودوا من شرب السوائل، خصوصا في الجو الحار، او لو هم بيشتغلوا في اعمال بتؤدي لفقد نسبة كبيرة من السوائل. بالاضافة لكده ان انت لو العادات الغذائية بتاعتك مش مظبوطة، زي الجانك فود او الاكل اللي هو السبايسي او الاكل اللي هو فيه املاح كتير، لازم نقلل من الحاجات دي او نشرب سوائل كتير معاها. بعض الاعراض لو ظهرت لازم تخلي بالك وتكشف بسرعة، زي حرقان شديد في البول او دم في البول او ارتفاع في درجة الحرارة مع اعراض ضعف في اندفاع البول. بالاضافه لكده ان هو احنا بننصح المرضى دايما اللي هم عندهم تاريخ مرضي للحصوات، ان هو عدى حصوه قبل كده، هو عنده قابليه ان هو ممكن يكون حصوات تاني، فلازم يبقى متابع بصوره دوريه مع حد من جراحين المسالك البوليه، عشان لو كون حصوه علاجها وهي صغيره بيبقى اسهل واحسن من لو كبرت او عملت انسداد في جزء من الجهاز البولي. بالاضافه لكده طبعا بنأكد ان التدخين والسمنه من اكتر الحاجات اللي بتزود فرصه مشاكل البروستاتا واورام الجهاز البولي السرطانيه، زي سرطان الكلى او سرطان المثانه. فبننصح دايما بالمحافظه على الوزن، وفي نفس الوقت التقليل من التدخين او الامتناع عنه يبقى احسن. الحاجه الثانيه العلاقه ما بين الجهاز البولي والجهاز التناسلي. طبعا صحه الجهاز البولي والجهاز التناسلي في الرجال مرتبطه، بمعنى ان لو في مشكله في الجهاز التناسلي ممكن تنعكس على الجهاز البولي، وكذلك الجهاز البولي ممكن يأثر على الجهاز التناسلي. فدايما لو في مشكله في ايهما يعني يستحسن تتعالج بدري علشان الموضوع ما يتفاقمش او يأثر على حاجه تانية.